السلام عليكم ورحمة الله. النهارده حابب أتكلم معاكم في نقطة موضوع تشخيص السكر مع الحمل. تشخيص السكر أثناء الحمل ما بيتقاسش بالسكر العشوائي أو السكر الصايم أو التراكمي، دايما بنقيسه باختبار معملي اسمه Oral Glucose Tolerance Test أو منحنى السكر، وده اختبار معملي معين بيتم عمله في المعمل، وقياس السكر بعد صيام 8 ساعات مش أكتر ولا أقل، ثم بعد اخذ 75 جرام جلوكوز بالفم بيبدا قياس السكر. بناخد 3 قرايات بعديها. القرايات دي لو في قراءتين او اكثر غير طبيعيه او فيها زياده عن مستويات السكر الطبيعيه، هنا بيتم تشخيص السكر مع الحمل. والحقيقه تصحيح مستويات السكر في الدم مع الحمل مهم جدا لتجنب حدوث مضاعفات مع الحمل زي الاجهاض او الولاده المبكره او كبر في حجم الجنين او قصور المشيمه او حدوث بعض التشوهات الخلقيه اللي بتكون اشهرها حدوث تشوهات الخلقيه في القلب. والحقيقه حالات السكر واضطرابات الغده زي ما انتم عارفين بتتابعها في المركز عندنا الدكتوره رضا الخضري، مدرس واستشاري الغدد الصماء والسكر بكليه الطب ومستشفيات جامعه الزقازيق، وده حرصا منا على تقديم خدمه متميزه متكامله لحالاتنا اللي بيكون محتاجه تخصص زي تخصص الغدد الصماء والسكر. شكرا لكم، اشوفكم على خير ان شاء الله.